زلزال في الميركاتو ديال البطوله الوطنيه، الصراع شاعل والفرق الكبار كيتخاطفوا على النجوم، عوده مفاجئه للوداد وصراع كاسح بين الرجاء والجيش الملكي على نجم الاهلي المصري، والرجاء حاطه عينيها على صفقه من قلب طنزانيا. بقى معايا حتى الاخر ديال الفيديو حيت غادي نفككوا هاد الاسرار وهاد الارقام كامله بالتدقيق وما تمشي فين. نبداو بالخبر الاول اللي كيزلزل قلعه وداد الامه، رسميا عوده ايمن الحسوني لاسوار الفريق بنظام الاعاره لمده موسم واحد. كاع عارفين باللي الحسوني كان غادر الوداد في 2024 ومن تما الارقام ديالو تراجعت لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف. اللاعب دابا في العمر ديالو 31 سنه، وتصور معايا بلي القيمه التسويقيه ديالو من بعد ما كانت واصله $1,600,000 حاليا مع العوده ديالو للوداد تساويه يلاه $500,000. اشنو دار من بعد ما خرج في 2024؟ انتقل لمعيدر القطري، دوز معاهم موسم واحد وفشل. هذا الشيء خلاه يمشي لعجمان الاماراتي، ولكن بعد 5 شهور فقط هذا الفريق فسخ العقد ديالو مع اللاعب. هنايا الحسوني عاش مرحله فراغ وبقى بلا نادي من 2024 حتى ل 2025. عاد من بعد انتقل للفريق السواحلي الليبي وحتى لتما ما نجحش. والسبب الرئيسي اللي خلى الوداد ترجعوا دابا بنظام الاعاره هو ان الفريق حاليا ممنوع من الانتدابات، ولقاو هذا الحل في هذه الظرفيه بالتحديد. وإلا جينا نشوفوا لغه الارقام، الحسوني ملي كان مع الوداد لعب تقريبا 50 مباراه، سجل فيها 8 ديال الاهداف وصنع 4، وهي احصائيات متوسطه جدا بحكم انه كان كيلعب صانع العاب. ولكن واخا هكاك الصفقه كتعتبر ممتازه للوداد بسبب العقوبه ديال المنع. نمشيو دابا للخبر الموالي اللي متعلق بالرجاء. إدارة فريق الرجاء العالمي أعلنت رسميا أنها كتفاوض فريق سيمبا التنزاني باش تعاقد مع اللاعب لاسان كانتي. الناس اللي ما كيعرفوش، هاد اللاعب سينيغالي الجنسية، السن ديالو 25 عام والمركز ديالو خط وسط دفاعي ارتكاز. المسيرة ديالو بدات في أندية مغمورة في الدوري السينيغالي، ومن بعد انتقل في موسم 2022-2023 للدوري التونسي ولعب مع شباب بنزرت. بعد موسمين تما شراتو سيمبا التنزاني بقيمة انتقال واصله ل 210 ديال المليون سنتيم، ودابا الرجاء باغيه تجيبو في هذه الانتقالات الصيفيه. القيمه التسويقيه ديالو في الموقع ديال ترانسفير ماركت هي $400,000، ولكن اداره سيمبا طالبه فيه مبلغ ديال 350 مليون سنتيم. صراحه هذه الا كملات غتكون صفقه ممتازه بزاف، حيت اللاعب كيتعتبر من افضل لاعبي ارتكاز في تنزانيا وعنده غير 25 عام، يعني مشروع لاعب للمستقبل اللي يقدر يجيب للفرقه مبالغ ضخمه من بعد. ودابا ندوزو للحرب الطاحنه اللي نايضه بين الرجاء والجيش الملكي على قبل ولد مدرسة الرجاء ونجم الجيش السابق رضا سليم. رسميا إدارة الأهلي المصري أعلنت على لائحة المغادرين، ورضا سليم كاين في القائمة وباغي ينصيفطوا إعارة لمدة موسم كامل. السبب هو كثرة الإصابات اللي تعرض لها ملي مشى لمصر واللي طيحت ليه المستوى ديالو بزاف، والأهلي ما بغاوش يبيعوه بيع نهائي حيت هما أصلا شراوه بمبلغ خيالي واصل ل 2,500,000,000 سنتيم، وما باغينش يخرجوا بخسارة مادية كبيرة. هنا ناض الصداع في البطولة الوطنية. إدارة الرجاء عطات ضمانات قوية بزاف للاهلي، منهم ضمانات تقنيه بان اللاعب غيكون اساسي في الفريق، وثانيا ضمانات ماديه بقيمه 250 مليون سنتيم. في المقابل فريق الجيش الملكي ما عطاش ضمانات جديه حيت الاداره ديالهم ما كتدعمش الصفقه بقوه، نظرا لان رضا سليم طاح المستوى ديالو والقيمه التسويقيه ديالو هبطت من $2,200,000 ل$1,000,000 فقط في السن ديالو اللي يلاه 26 عام. مع العلم ان التوقعات في ترانسفير ماركت كانت كتقول باللي هذا السن القيمه ديالو غتوصل ل $5,000,000، ولكن الاصابات غدرات به وهو دابا قريب بزاف يرجع للمغرب. ونختموا باخر الاخبار من القلعه الحمراء بخصوص الحارس مهدي بن عبيد. الاداره دارت معاه واحد الاجتماع عاجل وطارئ باش يشوفوا الجديه ديالو واش غيكمل مع الفرقه ولا لا. وكيل اعمال بن عبيد كيقول باللي الحارس عنده عروض وباغي يغادر حيت الطموح ديالو يبقى ديما هو الحارس المنتخب المغربي، وهذا الشيء غيجي الى لعب في دوري ابطال افريقيا. بن عبيد باقي ما عطاش جواب نهائي للاداره حيت باغي يشوف كاع العروض اللي محطوطه عاد يحدد الوجهه ديالو. ولكن دابا بما انه ما كاين حتى شي عرض رسمي وجدي، فاللاعب كيفكر يكمل مع الوداد، وكنهضروا على نسبه 95% انه غيبقى في الوداد هذا الموسم. هادو هما التفاصيل كامله ديال الميركاتو ديال البطوله، ودابا جاو التساؤلات اللي بغيتكم تجاوبوني عليهم في الكومونتيرات. الوداديين واش كتشوفوا باللي الا رجع الحسوني بهاد الارقام الضعيفه غيعاون الوداد في ازمه ديال المنع ولا غيكون غير عبء على الفريق؟ ومستقبل بن عبيد واش نتوما معاه يبقى مع الوداد ولا ضد؟ الرجاويين والعساكر، رضا سليم لمن كتشوفوه غيعطي الاضافه اكثر؟ واش الرجاء ب 250 مليون قادره تخطفو ولا الجيش خاصها تدخل بكل ما عندها؟ واش صفقه السينيغالي كانتي هي القطعه اللي ناقصه وسط ميدان الرجاء؟ هبطوا دابا للكومونتيرات وخليو لي الاراء ديالكم وديروا لايك وبارطاجيو هذا الفيديو مع كاع الدراري اللي كيعشقوا الكره، ونتلاقاو في فيديو جديد.